مساء الفل، معاكم محمد في فيديو جديد. النهارده هنجرب الامبليه اللي عامل قلبان في مصر كلها. جبت 3 انواع بالمانجا واللوتس والبيستاشيو، ونشوف ايه احلى واحد فيهم. اول نوع اللي بالمانجا، يلا بينا نسمي الله. الامبلات كلها عباره عن اشطوطه وكريم بورليه، والصوص بقى من اختيارك او التوبنج اللي فوق من اختيارك. فاحنا بنتكلم ان هو اول واحد اللي بالمانجا. في كل الريفيوهات اللي شفتها كان في مسدس نار كانوا بيكرملوا بيه الكريم بورليه. فمش عارف هما التلاتة اللي انا جبتهم دول ما كانش معمول فيهم الكرملة. فهل الموضوع ده بيطلع لكل الناس بشكل عادي، ولا ده في الاعلانات وبس؟ لو حد جربه وطلع له الكريم بورليه متكرمل يا ريت يقول لنا في الكومنتات. طعمه حلو بس مسكر قوي فوق العادة. تعالى بقى ناخد حتة من القشطوطة، بس حتة اكبر شوية، مع صوص الكريم بورليه. مسكر اكتر. وبصراحه كميه المانجا اللي حاطينها حلوه جدا كسعر يعني. كميه معقوله. تعالى هناخد بقى حته مانجا مع حته قشطوطه مع حته صوص كريم بورليه، وتعالى نجرب. بسم الله. لا جامد كده، حلو كده، اتظبط. مش عارف ايه اللي حصل. الميكس مع بعضه بصراحه جامد جدا. ودي بسعر 75 جنيه. واللي بعده امبليه لوتس بصوص اللوتس. تعالى نجرب واقول لك رايي. هناخد برضو، ولا خلاص هو كله واحد، الصوص الامبليه واحد. فاحنا هناخد حته كده باللوتس، قشطوطه، صوص امبليه، كريم بورليه. بسم الله. غيبوبة سكر. لا، سكر قوي. نفس الموضوع برضو، في سكر بيقرقش في بقي كتير قوي. الموضوع ده مضايقني جدا. بص، هو يعني الموضوع ده اذواق. فانا بالنسبه لي المانجا عجبتني احلى من اللوتس. ممكن حد تاني يكون بيختلف معايا في الراي، بس ده كان رايي. ودي برضو بسعر 75 جنيه. واللي بعده امبليه بيستاشيو بسعر 90 جنيه. تعال نجرب واقول لك رايي. الصوص بتاع البيستاشيو حاسس ان هو مش كتير قوي، بس يعني هي كقيمة مقابل سعر. احنا بنتكلم ان هي ب 90 جنيه، فكنت حابب ان هو ممكن يكون عليه فستق مثلا متكسر، حاجات كده. بس يعني تعال نجرب. بسم الله. هناخد حتة بالصوص وقشطوطة وكريم بورليه. بقوله صح انا؟ بسم الله. نفس الموضوع. السكر اللي بيقرقش في بقي مضايقني يا بلبن. ارجوكوا شوفوا لنا حل في الموضوع ده. بس هي بصراحة على عكس ما انا توقعتها خالص. يعني انا قلت يمكن عشان هي اغلى واحدة فهتبقى احلى واحدة. بالعكس، المانجا عجبتني جدا عن البيستاشيو بصراحة. ونفس الموضوع. بصوا، يعني ده، هل ده الصوص ولا ده لبن ولا ده ايه؟ يعني سايح كله في بعضه، مع ان انا جبته برضه حطيته في التلاجة بحيث ان هو يمسك شوية. بس لا، الموضوع ده انا الريفيوهات اللي انا شفتها ما كانتش كده خالص. في النهاية، لو الفيديو عجبك وعايز فيديوهات تانية من نفس الموضوع، لايك حلو، فولو تمام، شير على قد ما تقدر، واستنوني في فيديوهات جديدة. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.